اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء رمضان، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ قصتنا بالشيخ خوف كان في أوضته وقافل على نفسه كالعادة، ومرات ابنه قاعدة بره اسمها سوريا وعمالة تكلم نفسها باستغراب. وبعدين بقى في الراجل المجنون ده هو على طول كده قافل الأوضة عليه، هموت وأعرف بيعمل إيه جوه. ده دايما كده على الوضع دوت، يا دوب يخرج ياكل ويرجع تاني على الأوضة، أكيد بيعمل حاجة مريبة وأنا لازم بقى أعرفها. دخل عليها رأفت جوزها وهي بتتكلم. جرى يا سوريا، وانا كل ما ادخل عليكي الاقيكي بتكلمي نفسك زي المجانين؟ ايه اللي حصل المره دي كمان؟ يا ترى امي اتخانقت معاكي بقى زي كل مره ولا حصل ايه؟ لا يا رأفت، امك ما اتخانقتش معايا ولا اي حاجه، بس انا هتجنن بقى من الوضع بتاع ابوك ده. ابوك على طول كده حابس نفسه في الاوضه، نفسي اعرف بيعمل ايه جوه، حاجه غريبه جدا. يا ستي وانت مالك انت؟ ما الراجل في الاوضه وكافي خير وشره، هو بيأذيكي يعني في حاجه ولا مضايقك في حاجه؟ خليكي بقى في حالك يا سوريا، ومالكيش دعوه بابويا، وابويا اصلا طول عمره كده. ما تعرفش ان ابويا شيخ يعني وبتاع ربنا وبيحب يختبي بنفسه على طول في الاوضه؟ يا سلام، وهو كل واحد بتاع ربنا لازم يدخل الأوضة ويعتزل بقى ناس كده؟ وكمان أنا بسمع أصوات جوه، إزاي بقى الأصوات دي بتطلع وأبوك لوحده في الأوضة؟ بقول لك إيه، أبوك بيعمل حاجة غريبة وبكرة تشوف. دخلت عليهم جمالات اللي هي أم رأفت. في يا بنتي يا سوريا، ماسكة ودن جوزك يعني وبتتوددوا كده على إيه؟ بتسلطي عليا ولا إيه؟ اللي بيحصل ما أنا عارفاكي حرباية، ما بتقعديش كده تتكلمي معاه غير لما بيبقى فيه مصيبة وبتقوميه عليا. هو انت شفتيني وانا بقوم عليكي؟ وانا هقوم عليكي ليه؟ بقول لك ايه يا حماتي، انا لا جبت سيرتك ولا حتى بقوم عليكي. واسالي ابنك اهو قاعد قدامك اهو، انا طالعه على شقتي يا رأفت عشان امك باين عليها كده عايزه خناقه كبيره، وانا بصراحه مش فايقه خالص للخناقات دلوقتي. سوريا سابتهم وطلعت. شايف مراتك يا واد يا رأفت؟ شايف بتكلمني ازاي؟ هو انت واقف ولا بتقول لها عيب ولا بتديها قلمين على وشها يعدلوها؟ يا خيبتي في خلفتي يا خيبتي. يلا انا عارفه ان ما عرفتش اخلف رجاله، يعني انا ابقى راجل ياما لما اضرب مراتي ولا ايه؟ هي كانت قالت لك ايه يعني؟ هي فعلا ما كانتش بتجيب سيرتك ولا قالت اي حاجه عليكي. روايه ياما كده وصلي على النبي بقى، ما هو مش كل ما تلاقيها بتتكلم معايا تفتكري بقى ان هي بتتكلم عليكي. سوريا لا بتتكلم عليكي ولا بتجيب سيرتك، هي بس مستغربه على وضع ابويا انه قاعد كده في الاوضه على طول. يعني هي جديده يعني على ابوك؟ ما من يوم ما اتجوزتك وهو كده. هو ايوه وضع ابوك غريب قوي، انا لحد الان ما اعرفش هو بيعمل ايه في الاوضه دي، بس بقول له في الاوضه كيف خير وشره. انا مش فاهمه هي عايزه منه ايه يعني. يا امه هي مستغربه زي ما احنا مستغربين بالظبط، كلنا عايزين نعرف ابويا بيعمل ايه في الاوضه، ولا بيخلي حد يدخل اوضته ولا بيخلي حد اصلا يشوف فيها ايه. ده حتى انت يا امه ما بتدخليش الاوضه معاه. يا اخويا والله احسن، انا ادخل الاوضه معاه اعمل ايه يعني؟ ابوك شكله كده اتجنن، بسمعه كده بيكلم نفسه كتير. هو انا ناقصه جنان؟ كفايه عليا جنان مراتك. يلا شوف انت رايح فين، رايح الشغل ولا تروح فين؟ ما تقعدليش في البيت كده، انا ما بحبش كده ما انت عارف. حاضر يا ماما حاضر، انا كده ولا كده خارج رايح على الشغل، وانت عشان خاطري مالكيش دعوه بسوريا، ولو عملت لك بقى اي حاجه عرفيني وانا اعرف ازاي ادبها، لكن عشان خاطري ما تخنوش مع بعض، دي غلبانه ماما بتحبك. طيب يا حنين، الغلبانه قال دي مراتك دي عقربه وبتحشر مناخيرها في كل حاجه، ومصير يا اخويا دي على دماغها عشان تحرم بقى تتدخل في الملاش فيه. قال بتحبني، قال دي لو طلق كده تولع فيا تولع فيا. وتاني يوم سوريا كانت تحت بتنظف البيت وحاطه ودانها على الباب بتاع حماها، وكانت سامعه كلام مش مفهوم وقفت تكلم نفسها. وبعدين بقى في الراجل ده إيه اللغه اللي هو بيتكلم بيها ديت؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللغه اللي هو بيقولها دي، هي لا انجليزي ولا عربي. ده بيتكلم ده بأني لغه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ ادخل عليه مره واحده؟ بحج بقى ان انا عايزه انضف الاوضه، بس هو ما بيخليش حد يدخل الاوضه ولا حتى ينضفها له. اعمل ايه بس؟ ومره واحده الشيخ عوف خرج من الاوضه وبرق لها عشان هي واقفه قدام الاوضه. ايه اللي موقفك هنا يا سرايا؟ هو انا مش قايله قبل كده ما حدش يجي جنب الاوضه عندي؟ واقفه تنيلي ايه دلوقتي؟ وليه مش بتشوفي شغلك؟ هو انت نازله تنضفي ولا نازله تقفي قدام الاوضه بتاعتي؟ ها؟ ما هو اصلي يعني انا كنت عايزه اسالك يعني انت محتاج حاجه ولا لا؟ اصلك يعني من امبارح ما خرجتش من الاوضه فقلقت عليك وكنت عايزه اطمن عليك اشوفك يعني كويس ولا لا. انا كويس كويس قوي كمان، ومالكيش دعوه بيا خالص، ولا تطمني عليا ولا تتدخلي في المالكش فيه، وما تركزيش معايا. سامعاني يا سرايا؟ عشان ما تتاذيش، ما انت لو فضلتي بقى مركزه معايا كده هتتاذي جامد مني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ها؟ ايوه فاهمه طبعا يا عمي. انا اقدر يعني اكسر لك كلمه؟ انا زي ما قلت لك قلقت عليك بس، ومن عيني حاضر، انا مش هكررها تاني. هو حضرتك رايح في حته ولا ايه؟ خارج يعني؟ ايوه انا خارج، هشتري كده شويه حاجات، ممنوع تفتحي الاوضه بتاعتي او تيجي حتى جنبها، اظن يعني انت عارفه. يلا روحي بقى على المطبخ شوفي هتعملي ايه وما توقفيش كده، يلا.
وبرق لها جامد وبعدها مشي. وسرايا كانت مرعوبة بس وقفت تاني قدام الأوضة وبتكلم نفسها، هو دلوقتي خلاص مش في الأوضة، وده أنسب وقت بقى إني أدخل الأوضة ديت وأعرف هي فيها إيه. بس أنا خايفة أدخل وهو يعرف إن أنا دخلت. لأ بس هو يعني هيعرف منين؟ أنا مش هحرك حاجة من مكانها ولا هعمل أي حاجة، كل ما فيها بس أنا هبص أشوف الأوضة يعني فيها إيه. أنا هدخل بقى وأمر الله. وسرايا دخلت الأوضة ولعت النور ولقيت الأوضة كلها رسومات غريبة، وفي نجمة مرسومة على الأرض ورسومات على الحيطان وورق على المكتب، وريحة الأوضة ريحتها غريبة جدا. يا ستير يا رب، هي الأوضة دي مالها عاملة كده ليه؟ يا لهوي دي مقبضة قوي وريحتها وحشة قوي. الريحة الغريبة دي، هو الراجل ده ماله؟ بيعمل ايه في الأوضة بالظبط؟ وايه الرسومات دي كلها؟ وايه النجمة اللي في الأرض دي؟ يكونش بقى شغال في الدجل وبيحضر أرواح؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. أنا مش هدخل الأوضة دي تاني. والشيخ عوف رجع ودخل الأوضة وعرف إن سرايا فتحتها، ووقف يتمتم بكلام مش مفهوم وحط البخور والحاجات اللي كان جايبها، وبعدها وقف وبيكلم نفسه، أخيرا بقى هتحضر وتيجي وتكون تحت إيدي وتتصرف في اللي أنا عايزه. بقالي سنين كتير قوي بحاول أحضر ومش قادر أوصل اللي أنا عايزه، لكن دلوقتي خلاص بيني وبين اللي أنا عايزه خطوة واحدة بس. هتحضر وهكون تحت أمري وهتخدمني في كل اللي أنا عايزه. أما بقى سرايا فأعرفها إزاي تدخل أوضتي. ومرة واحدة في دخان طلع وظهر جني شكله وحش جدا، وعوف أول ما شافه اتخض من شكله ووقف بيكلمه وهو بيترعش. ايه ده؟ انت جيت؟ انت اخيرا حضرت؟ جيت لي اخيرا. بس انا ما كنتش متوقع يعني ان شكلك يكون وحش قوي كده. هكون في خدمتي واللي انا اقوله لك هتعمله، فاهم ولا مش فاهم؟ يا عم تنيل بنيله، انت عامل نفسك شبح قوي بتحضر ارواح وانت اساسا واقف قدامي خايف. ده انت هتعمل بتبيع عن نفسك بذمتك، حد يخاف مني؟ وبعدين ساعة لما تحضر روح تحضر اخي بجن في عالم الجن كله. يا عم انا مش بعرف اعمل حاجه خالص. هو في جن يعني ما بيعرفش اعمل حاجه خالص؟ لا انت هتعمل كل اللي انا عايزه، واول حاجه هتعملها انك تعلم راتبني بقى الادب وتخلي يتحرم تدخل اوضه تاني. بس كده؟ ده طلب بسيط خالص اعتبره حصل. اهم حاجه بس ما تترعش كده ولا تخاف مني. خرب بيتك، ده انت هتعملها على نفسك. يا عم ده انا جني هايف مش بخوف خالص بذمتك. حد يخاف من واحد كيوت زي كده؟ بص انا قمر ازاي. ها لما انت منظرك ده يعني كيوت، امال باقي العفاريت بقى شكلهم ايه؟ روح بس دلوقتي اعمل اللي انا قلت لك عليه، علمها الادب وخليها تحرم تدخل اوضه تاني، مفهوم؟ الجني راح عند سرايا وهي نايمه على السرير، كانت فاتحه بقها وقف يكلم نفسه وهو بيبص لها بقرف. ده ايه ده يا ربي؟ الانسان معفنه دي شكلها اعوذ بالله، ومالها نايمه فاتحه بقها كده ليه؟ زي ما يكون بتصطاد الدبان. انا ما اعرفش بني ادمين دول ايه، لا يطاقوا بصراحه. بس هعمل ايه يعني؟ هضطر اسمع كلام الراجل العجوز المعفن ده واعمل اللي هو عايزه. مرزعه بقى قلم على وشها صحيها. الجني فعلا ضرب سرايا بالقلم على وشها، خلاها قامت مفزوعه وبتبص حواليها. يا امي ايه في ايه؟ مين؟ مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده زي ما يكون حد اداني بالقلم على وشي، بس انا متاكده ان رأفت مش في الشقه، يعني جوزي في الشغل. يبقى مين بقى اللي ضربني بالقلم على وشي؟ يخرب بيته. انا يا غبيه اللي اديتك بالقلم على وشك. اصحي بقى كده وصحصحي لي عشان تسمعي الكلمتين دول، عشان ما تفرضنيش معاكي. بقول لك ايه يا بت انتي، لو شفتك ولا لمحتك في اوضه حماكي تاني هلبسك وعفراتك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت عفريت ولا ايه؟ هو في عفريت بيضرب يعني بني ادم؟ انا اول مره اشوفها دي. ومعقول عفريت بيظهر كده؟ وبعدين مالك يخرب بيتك؟ انت شكلك وحش قوي كده ليه؟ انا خفت منك. على اساس يعني ان انت كل يوم بتشوفي عفاريت؟ وبعدين انا جن مش عفريت. وبقول لك ايه، لو دخلتي اوضه حماكي تاني مش هتعرفي انا عامل فيكي ايه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ يخرب بيتك، ده احنا اللي عندنا ارحم منكم. حريم تسد النفس. ايه العفانه دي؟ تصدق بالله انت عفريت بقى لسانك طويل، وشكلك انت بقى اللي يسد النفس مش انا. ومين اساسا عايز يدخل اوضه معفرته دي تاني؟ انا مش هدخل الاوضه ديت ولا عايزه احط رجلي فيها. وانت مجنونه يا ست انتي ولا عقلك فاضي؟ انا بقولك انا مش عفريت، انا جن. يعني انت شكلك وحش وقلنا ماشي، منكوشه وشعرك عامل زي سلك المواعين قلنا ما يضرش، لكن كمان غباء وما بتفهميش وغبيه. انا همشي بقى احسن، الغباء بتاعك دوت غلط عليا قوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو اختفى وراح فين؟ هو ده فعلا جن ولا ايه؟ ده انا كنت بسايره ومفكراه يعني حرامي وداخل يسرقني، وقال فاكره لابس وش، ده اختفى مره واحده. سرايا فضلت قاعده على السرير لحد ما جوزها رجع من الشغل، لها قاعده مربعه على السرير ورابطه دماغها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه يا وليه؟ انت قاعده كده ليه؟ عامله زي ما يكون ماتلك حد. بقى ربي الرجاله كلها بترجع من الشغل تلاقي حريمهم يعني متزوقه ولابسه حاجه كده عدله، وانا ارجع من الشغل الاقيكي قاعده مربعه رجلك
وربطلي دماغك زي اللي ما تلاقي حد. يعني ايه اللي حصل يا سوريا؟ ما هو انت لو كنت شفت اللي انا شفته كان زمانك دلوقتي قاعد جنبي. في عفريت طلع لي، والله عفريت، وقعد يقول لي كلام غريب ويقول لي ما تدخليش بقى الاوضه عند حماكي تاني، ولو دخلتي تاني الاوضه دي انا هسخطك. شفت اخر عمايل ابوك؟ قاعدين هسخط اهو. لا بقى، ده انت على راي امي، شكلك كده اتجننتي خالص. هو حوار الاوضه بقى بتاعت ابويا ديت عمل لك حاجه في دماغك ولا ايه؟ انا جايه تعبانه يا سوريا، مش فايلك ولا فايل التخريف بتاعتك دي. بعد فتره الشيخوف غاب في الاوضه بس كذا يوم، ولما فتحوا الباب عليه لقوه ميت. وبعد اجراءات الدفن والعزاء كانت جمالات قاعده بتعيط على جوزها، وقاعده جنبها سوريا ورأفت. فضلت حابس نفسك وقاعد في الاوضه مع نفسك وما شبعناش منك. اتخطفت من وسطنا يا حبيبي، يا ريتني كنت انا يا عوف وانت لا. ما خلاص بقى يا حماتي، انت كده هتتعبي وهنضطر بقى نوديكي المستشفى. الله يرحمه، هو عمره كده، ادعوا له بس ونقرا فاتحه عليه، عشان بصراحه اللي لقيناه في الاوضه دوت حاجه فظيعه جدا. لا يا حبيبتي، لقيته في الاوضه ايه يعني؟ عارفه يا بنتي يا سوريا، لو لقيتك متكلمه مع حد ولا معرف حد في الشارع على اللي احنا بقى شفناه في الاوضه بتاعت عوف، مش هتعرف انا هعمل فيكي ايه. يا ستي انا كده ولا كده مش هتكلم، بس اهم حاجه انت ما تعرفيش حد ان احنا لقينا عم الشيخ عوف الله يرحمه بقى ما يجوز عليه الا الرحمه، كان بيحضر عفاريت وبتاع اعمال. يلا ما يجوز عليه الا الرحمه. بقول لك ايه يا رأفت، انت لازم تعمل لابوك صدقه جاريه وتفضل بقى تدعي له عشان ربنا يسامحه ويغفر له على اللي كان بيعملوه ده. يوه، مش وقت الكلام ده يا سوريا، ده لا وقته ولا مكانه خالص. قومي يا ماما، ادخلي ارتاحي شويه، واوعي تدخلي اوضه بابا غير بقى لما ننضفها حلو. وانت يا سوريا اطلعي يلا معايا لفوق. وبعد يومين رأفت كان في الشغل وسوريا كانت قاعده مع نفسها عماله بتغني وبتنظف في البيت، بس فجأة الجني ظهر لها. الله يخرب بيتك يا شيخ على بيت صوتك، هيبقى شكلك وحش وصوتك كمان وحش. انا بقالي ساعه قاعد مستنيكي تبطلي غنى، لكن انت راديو اتفتح. اشتاتت اشتوت، بسم الله الرحمن الرحيم، هما بيطلعوا امتى دول؟ انت تاني؟ لا بقى انت المره دي بجد، انت بقى عايز مني ايه؟ وش معنى ما بتطلعش لحد غيري انا؟ ومالك يا اخويا قرش ملحتي كده ليه؟ يعني يا اختي اكون بطلع لك انت يعني عشان خاطر سواد عيونك؟ ده انا من يوم ما شفتك وانا مش بعرف انام، باجي انام بالليل بقوم مسروع على طول، ولازم امي تنام جنبي. انت من بني ادمين اللي تخوف يا سوريا. هو انت ما شفتيش وشك في المرايه قبل كده؟ انا من حظي الاسود اني ما ظهرتش لحد وعوف عايش غير ليك انت، وانا اخدت الامر من عوف ان انا اظهر لك انت بس، وهو مات على فجاه كده، ولازم تشوفي لي بقى حل عشان انصرف من بيت الكئيب دوت بسبب وشك البومه ده. لا يا اخويا ماليش دعوه، انا اصلا بخاف من العفاريت. اطلع يا عم لحد غيري، انا ماليش دعوه بالكلام ده. وبعدين هو انا خلصت من كلام بقى حماتي عليا؟ هتطلع لي انت كمان تتريق على شكلي؟ ده ايه وجع القلب دوت؟ هو انا شكلي وحش قوي للدرجه دي ولا ايه؟ لا، ما هو انا مش مصلحة اجتماعي ليكي عشان اقول لك يعني شكلك وحش ولا ايه. انا جاي لك لهدف معين عشان تشوفي حد يصرفني من البيت دوت، غير كده لا. تصدق بقى عندي فكره وعجبتني قوي. ايه رايك بقى ان انا مش هعمل لك حاجه غير لما تجيب لي حل بقى وتخليني اموره وشكلي يكون حلو كده، بدل ما انا شكلي وحش كده وحماتي عماله تنمر عليا وجوزي كمان بيتنمر عليا، حتى انت بتتنمر عليا يا جن يا معفن انت. هو حد قال لك عليا ان انا سحر ولا حاجه؟ انت واخده فكره وحشه قوي عن الجن يا ستي. استهدي بالله كده وشوفي لي حل زي ما قلت لك، اصل انا اتخنقت خالص من البيت دوت، وحماتك رغايه وندابه ما بتفصلش ودماغي صدعت، محسساني يعني ان حماكي دوت ما كانش فيه منه، وانت كمان صدعتي لي دماغي. انا همشي من وشك، جاتك القرف، وشك ده وش بومه. الجن اختفى من قدامها وسوريا قعدت وحطت ايديها على دماغها وبقت تكلم نفسها وهي زعلانه. حتى العفاريت يا ربي بتتنمر عليا، طب هو انا ذنبي ايه يعني؟ هو انا اللي قلت يعني لامي نزليني شكلي وحش كده؟ بس انا ببص في المرايه شايفه نفسي قمر يعني. طب ايه رايك بقى عفريت الكلب انت؟ مش هعمل لك اي حاجه من اللي انت عايزاها ديت غير لما تشوف لي حل بقى، واديني قلت لك اهو وخلاص بقى على كده. تاني يوم بعد ما رأفت جه سوريا حطت له الغدا وقعدت جنبه. في يا سوريا ما كلمتش يعني ولا قلت لي امك عملت ولا امك سوت؟ ايه اللي حصل لك؟ ما هو مش معقول كده تكونوا يعني ساكتين وما عملتوش مشاكل النهارده. لا ما هو انا ما نزلتش اصلا لامك النهارده، انا تعبانه وما قدرتش انزل. انا عايزاك في موضوع تاني خالص. فاكر العفريت اللي انا قلت لك عليه قبل كده اللي هو ظهر لي من فتره وانت قعدت تتريق عليا؟ يا دي النيل، تاني يا سوريا؟ هتقول لي عفريت تاني؟ اظن المره دي بقى تقول لي العفريت دوت يبقى عفريت ابويا. ما اصل انت بقى خلاص شكل مخك كده اتلحس. ايه ظهر لك تاني ولا ايه اللي حصل؟ خلاص بقى انا مش هتكلم، ما الكلام معاك مالوش لازمه. مش انت فاكرني مجنونه؟ يبقى خلاص مش هحكي لك على حاجه ولا هعرفك حاجه تاني، بما انك يعني مش صدقني. سيبني بقى لجناني مع نفسي. الجن ظهر وهم قاعدين بس رأفت ما كانش شايفه. فكرت يا سوريا في اللي انا قلته لك؟ هتجيبي حد يصرفني من البيت ولا عفرت لكم بقى البيت ده؟ عفرته لكم من فوق لتحته ومش هخليكم بقى ترتاحوا ولا يوم فيه. قلتي ايه؟ انا قلت لك قبل كده
ان انا مش هشوف لك شيخ ولا اشوف لك بقى حاجه غير لما تنفذ لي كل طلباتي واعمل بقى اللي تعمله. وانت يا رأفت اكيد شايفه هو صح؟ فاكرني مجنونه؟ ما هو قدامك اهو وهو قاعد اهو عشان تتاكد بقى ان انا مش مجنونه. ايه ده يا سوريا؟ انت بتكلمي مين؟ المفروض يعني ان انا اشوفك بتكلمي نفسك كده اقول عليكي ايه يعني غير ان انت مجنونه؟ بطلي جنان بقى اللي انت فيه ده. فيا سوريا ما الحكايه مش ناقصه جنانك. ما هو انت مش مصدقني يا رأفت، العفريت اهو واقف قدامي اهو وبيتكلم معايا. انا مش عارفه انت ازاي مش شايفه، مش عارفه اعمل ايه عشان تصدقني. بقول لك ايه يا سوريا، ايه رايك بقى لما ادي جوزك ده على قفاه عشان نتاكد كده ان انا موجود وتخلصيني بقى وتجيبي لي شيخ عشان يخرجني من البيت ده، عشان بصراحه كده انت وجوزك وحماتك هتعملوا لي حاجه في نافوخي. طب والله فكره حلوه قوي. دلوقتي بقى اثبت له ان انت موجود وبعد كده ابقى اتفق انا وانت بقى هنعمل ايه، لاني محتاجاك بقى في حاجات كتير قوي. الجني فعلا ضرب رأفت على قفاه وبقى يجيب الاطباق من المطبخ ويكسرها على دماغه، ورأفت وقف حط ايده على دماغه. هو اللي بيحصل ده يا سوريا؟ هو الكلام اللي انت قلتيه ده صح ولا ايه؟ يعني فعلا في عفريت في البيت ده كسر اطباق المطبخ على دماغي كلها. خلي بقى يسكت عشان خاطر يا سوريا، ده انا دماغي وجعتني قوي ومش هقول عليكي مجنونه تاني، واي حاجه انت عايزاها انا اعملها لك. يعني خلاص دلوقتي اعترفت بقى ان انا مش مجنونه ولا دماغي اتلحست زي ما انت قلت؟ انت كنت بتقولي يعني انت وامك ان انا مجنونه. بس استنى بقى، انا هقول له كفايه كده خلاص، ما تعملوش حاجه تاني. جني بقول لك ايه، اللي هو انت صحيح اسمك ايه؟ هو انت لسه هتسالني بقى عن اسمي؟ ايه هتطلع لي بتاع حضرتك ولا ايه؟ كنت موظفه يعني في السجل المدني ولا حاجه؟ عايز اخرج من بيتكم. بصي يا سوريا انا هنزل عند امي عشان هي وحشتني، وخليك انت بقى مع العفريت اللي انت بتتكلمي معاه ده، ولما تخلصي يعني كلام معاه خالص ابقي عرفيني عشان اطلع لك، اصل انا ماليش يعني في جو العفاريت. رأفت خلص كلامه ونزل جري عند امه، وسرايا وقفت وحطت ايديها في وسطها. شفت يا اخويا؟ شفت جوزي جبان ازاي؟ اول ما عرف واتاكد بقى ان في جن في البيت سابني وجري. بقول لك ايه، انا عايزاك بقى تعلمه الادب هو وحماتي. انا عايزه اكون قاعده هنا في الشقه واكون سامع صوتهم وهم بيصوتوا. بعد ما تعمل كده اوعدك ان انا اسال على شيخ واشوف لك حل عشان تمشي من البيت ده. بس كده بسط قوي، انا هخلي حماتك وجوزك يتجننوا كده على الاخر اكتر ما هم اصلا مجانين. واقول لك نصيحه يعني اعتبريها حاجه لله كده، انت لو بصيتي لنفسك ورحتي بس للكوافير واهتميت شويه بمظهرك شكلك هيبقى حلو، لكن انت شعرك بصراحه عامل زي سلك المواعين او اسلاك الكهرباء، اول ما الفيوز بقى بتلمس في بعض. ظبطي بقى نفسك. تصدق عندك حق. بص اعمل اللي انا قلت لك عليه وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تعلمهم بقى الادب. والجني نزل تحت لا رأفت قاعد جنب امه. صدقيني يا ماما انا ما كنتش مصدقه خالص وبقول عليها مجنونه زي ما انت بتقولي كده دلوقتي، لكن لقيت مره واحده اطباق المطبخ كلها عماله بتتكسر على دماغي، وزي ما يكون حد كده بيديني بالقلم على قفايا. يا ولا البت دي شكلها كده جننتك، شكلها خلتك بقى مجنون زيها بالظبط. عفريت اللي بيطلع لها، وش معنى هي بس يا اخويا اللي عفريت بيطلع لها وبيظهر لها هي بس؟ ما انا قاعده في الشقه اهو ولا عفريت ولا اي حاجه بتطلع لي. جمالات وهي بتتكلم لقيت العصايه بتاعت الشيخ عوف ماشيه لوحدها ونزلت عليها ضرب. الله يخرب بيتك يا رأفت، انت جاي لي بعفريتك ولا ايه؟ العصايه ولا ماشيه لوحدها ونازله عليا ضرب؟ اعمل حاجه يا رأفت، عصايه ابوك هتموتني، هموت بالعصايه يا ولا. وانا اعمل ايه يعني يا امه؟ يعني انا سايب سرايا فوق بعفريتها انزل الاقي عفريت بيضربك بالعصايه؟ ده ايه البيت دوت اللي بقى كله عفريت؟ الجن بقى يضرب رأفت وكمان جمالات بالعصايه، وشويه يغرقهم بالميه، وصوتهم كان جايب لسرايا فوق وهما بيصوتوا وبينادوا على سرايا عشان تنزل تلحقهم. وفعلا نزلت. الحقينا يا بنتي، العفريت اللي رأفت بيقول ان هو بيسمع كلامك نزل فيا ضرب، وعشان خاطري يا بنتي قولي له بقى يسيبني في حالي، ده انا بنت ست كبيره ومش حمل الكلام ده كله. بصي انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه، من النهارده مش هتنزل لي شقتي ابدا، انا هعمل كل حاجه لنفسي وماليش دعوه بيكي ولا بحياتك، ماشي؟ وانا يا سرايا انا جوزك حبيبك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، اطلبي انت بس وانا هنفذ على طول، بس ابوس ايدك ابعدي العفريت الهبل ده عننا. موافقه ان انا ابعده عنك، بس اول حاجه تشترك لي بقى عند اكبر مركز تجميل في البلد كلها، وبعدها تاخدني وتفسحني في اي مكان انا عايزاه، وتعمل لي شهر عسل جديد هو تدلعني فيه، وامك دي بقى ما تندهليش تاني ولا ليها دعوه بيا تاني. بس كده من عيني الاتنين، حاضر هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس خليه بقى يحل عننا، ابوس ايدك، ده انا خلاص ما بقتش قادر، وامي هي كمان عضمها اتكسر من الضرب. سرايا فعلا راحت لشيخ، والشيخ خرج الجن من البيت، وجمالات ورأفت بقوا يعملوا سرايا احسن معامله، وسرايا راحت لكوافير ومركز تجميل كبير واهتمت جدا بنفسها وبقى شكلها زي القمر. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم
اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.